يا ابن آدم دعوت على من ظلمك ودعا عليك من ظلمته، فإن شئت استجبنا لك وله. حد ظلمك فانت دعيت عليه ان هو يتبهدل ويدخل النار، وانت ظلمت حد دعا عليك نفس الدعوة ان انت تتبهدل وتدخل النار. عايزنا نستجيب لك نستجيب له. وشفت في مرة رؤية غريبة جدا ان حد بيدعي عليا بنفس اللي حصل لي بالظبط. مبقتش فاهم يا رب طب استجبت له ليه؟ انا كنت من الناس اللي لو حد حاول يأذيني بدعي دعوات شديدة قوي، ولكن من اللي حصل لهم بقيت بقول يا رب انا مش عايز ادعي على حد تاني. ولما ربنا وضح لي الصورة كاملة سامحت الناس كلها، بل بدعي للدنيا كلها. ايام ما كنت بدور على ادعية للدعاء على الساحر والابطال السحر وهكذا، لقيت حد كاتب دعاء غريب جدا. الدعاء بيقول يا رب ان كان في علمك انه سيتوب قبل موته فاهديه وتوب عليه. ده بيدعي له. ما فهمتش اللي هو بيقول لك ساحر وبيحاول يأذي الناس بيقول يا رب اهديه وتوب عليه، ناقص يقول يا رب اصلح حاله. ما فهمتش ايه الدرجة دي، ولسه عارف ان صاحب الدعوة دي هي السيدة زينب رضي الله عنها. تعدي الايام لحد ما اشوف الرؤيه اللي اتكلمت عنها قبل كده لما دعيت على اللي عمل لي السحر. لقيت حد في الرؤيه بيقول لي انت زعلان منهم ليه؟ وقالها بطريقه زي ما يكون ما لهمش ذنب في اي حاجه. ما كنتش فاهم يعني ايه زعلان منهم في ايه. الناس دي حاولت تاذيني، وللاسف دعيت عليهم في ليله القدر يخلص رمضان اسامحهم كلهم وادعي للدنيا كلها. بعد رمضان ربنا بعت لي رؤيه ووراني شكل العذاب والبلاء اللي انا فيه، ولقيت حد بيعد لي ذنوب معينه بيقول لي شايف الذنوب دي هي دي سبب عذابك، وراح مزود العذاب في الرؤيه وكنت هموت. بيقول لي بص احنا لو كنا زودنا العذاب كنت هتموت، احنا مش عايزينك تموت، احنا عايزينك ترجع. بدات الصوره توضح شويه لو انت زعلان منهم في ايه، مع اني متاكد مليون في الميه ان هم، ولكن بعدها لا، ده الذنوب دي هي سبب المشكله اللي انت فيها. بدات ادور في القران لحد ما ربنا وضح لي الصوره كامله. اول ما عرفتها سمحت، اكتشفت ان هما كانوا مجرد اسباب تهيئات، ولكن كان عندي شرط واحد، في ناس معينه انا مش عايزهم في حياتي مره تانية. وده اللي ربنا قاله لسيدنا النبي واهجرهم هجرا جميلا. اللي سببوا لك الحزن ده ما يستاهلوش يبقوا في حياتك، ولكن ربنا قال هجرا جميلا بدون اذى. ولكن انا عرفت ليه السيده زينب كانت بتدعي لهم بالهدايه والتوبه. بص بقى، في 3 اسباب ليه ما تدعيش على حد. اول سبب ربنا قال في سوره النساء وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله، يجي لهم خير يقولوا ده من عند ربنا. وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك، ولو جالهم شر او بلاء ينسبوا للنبي انت السبب. ربنا رد قال ايه؟ قل كل من عند الله، الخير والشر انا اللي جايبه لك لان انا النافع والضار الوحيد في الكون. وربنا راح موضح في الايه اللي بعدها هو بينزل الضر على مين؟ وما اصابك من سيئه فمن نفسك. صحيح انا اللي بنزل الضر، ولكن انا مش بنزله كده، فمن نفسك، ده بسبب حاجه انت عملتها. نيجي على موقعة احد المسلمين اتهزموا، نلاقي ربنا بيقول وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله. الهزيمه انا اللي اذنت بيها، اصلا انا النافع والضار الوحيد في الكون، اصل كل من عند الله. يروح المسلمين يسالوا النبي عليه الصلاه والسلام يقولوا له احنا ازاي اتهزمنا؟ ربنا ينزل الايه 165 في سوره ال عمران اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. نلاقي السحر ربنا بيقول عنه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ربنا بيقول لازم اذن. طب اذن ليه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يوشكها، اللي هو من أكبر مشكلة لأصغر مشكلة إلا كفر الله بها من خطايا. كل المشاكل دي جاية بسبب الذنوب اللي هي ربنا قالها في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أي مصيبة هتجيلك أو أي مشكلة هتحصل لك بسبب ذنب أنت عملته، وبعد ما ربنا أنزل التخفيف يبقى بسبب كبائر الذنوب، كلهم مذكورين في القرآن وراهم وعيد. ومن أحد أشكال البلاء إن ربنا بيسلط الناس على بعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الظلم هنا ربنا بيتكلم عن ظلم النفس، وكل الآيات تقريبا اللي اتكلمت عن ظلم النفس بتتكلم عن الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. الشرك الأكبر والأصغر هما من الكبائر، ولكن الشرك الأصغر أخطر، مش معروف. النبي بيقول إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، أغلب الأمة واقعين في الشرك الأصغر. ايه الذنب اللي الامه كلها تقع فيه ده والنبي كان خايف علينا منه؟ وفي حديث تاني اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، اتكلمنا عنه قبل كده، هم عددهم 11. فربنا بيقول انت وقعت في الشرك او في الكبائر وانت وقعت في الشرك او في الكبائر، ربنا بيسلط الاثنين على بعض لعل حد فيهم يرجع، وفي نفس الوقت هو محبه وتكفير للذنوب. وده للمكلف، في فرق بين المكلف وغير المكلف، في فرق بين البلاء واللي في ظاهره بلاء. نلاقي ربنا بيقول قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. اشكال البلاء كتير، ومن احد اشكاله ان ربنا بيسلط الناس على بعض، ده يعمل له سحر وده يدعي عليه وده مش عارف يعمل ايه. وحقيقه الامر ان ربنا اذن على الاثنين بالبلاء وسلطهم على بعض. ولقيت دعاء لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. غريبه، ليه النبي بيقول يا رب ما تسلطش علينا حد بسبب ذنوبنا؟ ليه النبي قال ما تسلطش يا رب علينا حد وخلاص؟ لان ربنا قال في القرآن ما فيش حد هيتسلط عليك الا بسبب ذنوبك، انا النافع والضار الوحيد في الكون، كلها مجرد اسباب تهيئات. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام ربنا قال له افضل مع القوم دول ما تسيبهمش، فسابهم ومشي.
فربنا أذن ببلاء. ركب على سفينة مع ناس عندهم معتقدات غريبة قوي، إن لو الموج عالي لازم نرمي حد من على السفينة. فربنا أمر الموج إن هو يعلى، يعملوا القرعة 3 مرات يطلع سيدنا يونس فيرموه في البحر. اللي هو مفيش بعد كده، البحر غريق، الموج عالي جدا وفي حوت في البحر وفي أسماك قرش، ولمجرد معتقد غريب في دماغهم قرروا إن هم يرموه، اللي هو حتى مفيش أمل إن هو ممكن يعيش. وكل اللي سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام عمله قعد يردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شايف بقى كل اللي حصل ده مجرد أسباب اتهيأت عشان تنفذ الأمر اللي ربنا أمر بيه، اللي منها إن ناس اتسلطت عليه، لأن النافع والضار الوحيد في الكون ربنا، ولأن كل من عند الله. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهنا أنا فهمت الرؤية اللي بتقول لي أنت زعلان منهم ليه؟ أنا شكيت أصلا في نفسي لكون ظالمهم ولا حاجة. بعدها لأ، ده ذنوبك هي سبب المشكلة، واحنا عايزينك ترجع. كل دي مجرد أسباب اتهيأت، وده اللي ربنا قاله في القرآن: ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى. بلاء في الدنيا وليه أشكال كتير دون العذاب الأكبر، قبل ما يدوقوا عذاب جهنم لعلهم يرجعون، يمكن يرجعوا. ده ربنا بيساعدهم. ربنا وضع قانون ان اللي هيموت على الكبائر قبل ما يتوب منها هيدخل النار، واللي ربنا بيقوله بيعمله، كلمة هو قائله. وربنا بيحبك ومش هيجبرك على حاجة، انت مخير تماما ولازم ده باختيارك، فبعت لك أرصة يمكن ترجع، يمكن تقول يا رب. فانت بدل ما ترجع وتشوف انت وقعت في ايه من الكبائر وتتوب منه، قعدت تدعي على ربنا سلطه عليك، قعدت تدعي على رماك من على السفينه. فاذا ده سبب من احد الاسباب ليه ما تدعيش على حد. تاني سبب، تحرم نفسك ليه من عفو ربنا عشان حد. هتلاقي زي ما ربنا قال: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. تكمله الايه بتقول ايه؟ ويعفو عن كثير. في ناس لو وقعت في الكبائر ربنا بيعفو عنها وما بينزلش عليها بلاء. مين يا رب اللي بتعفو عنه؟ نلاقي ربنا وضحها في آية تانية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. سامح هسامحك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يبقى حد للأسف مات على حاجة من الكبائر أو الشرك، يجي يوم القيامة يلاقي ربنا عفى عنه بسبب إن هو عفى عن حد. تحرم ليه نفسك من عفو ربنا عشان حد؟ تقع في حاجة من الكبائر تلاقي ربنا عفى عنك وما نزلش عليك بلاء بسبب إن أنت عفيت عن حد. ليه تحرم نفسك من عفو ربنا؟ أنت في إيدك تهجر، ولكن ربنا قال هجرا جميلا ما فيهوش أذى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة عفى عنهم كلهم، قالوا عنه كلام ما يتقالش. ربنا أنزل له ملك الجبال، فالملك بيقول له أطبق لك الجبالين عنهم؟ قال له لا، وبرضه عفى عنهم. ربنا دايما في القرآن بيقول: خذ العفو وليعفوا وليصفحوا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ادفع بالتي هي أحسن، فاعف عنهم واستغفر لهم، والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فده تاني سبب ليه تحرم نفسك من عفو ربنا عشان حد. تالت سبب ليه ما تدعيش على حد: ما تكونش سبب في أذية حد وما تملاش قلبك بالكره. تخيل ان انت انقذت حد كان بيغرق، شعور جميل جدا. طب تخيل ان انت اللي غرقته، ما هتسامح نفسك طول حياتك. تخيل ان انت انقذت قطه مثلا كانت هتموت من العطش او الجوع، ده انت ربنا يرحمك دنيا واخره. في قصه ذكرت لواحده كانت غرقانه في الكبائر، كل الخير اللي هي عملته ان هي شربت كلب كان هيموت من العطش. سيدنا النبي بيقول ان ربنا غفر له وبقت من اصحاب الجنه بسبب موقف فيه رحمه. طب لو العكس، قصة تانية ذكرت ان واحدة مؤمنة دخلت النار بسبب ان هي جوعت قطة لحد ما ماتت، وسيدنا النبي ختمها: الراحمون يرحمهم الله. ممكن موقف بسيط قوي فيه رحمة يكون سبب ان ربنا يدخلك الجنة وانه يعفو عنك في الدنيا. وكثرة الدعاء على الناس مرة ورا مرة بتقسي القلب وبتفقدك الرحمة وبتملى قلبك بالكره. ووحش قوي ان انت تكون سبب في اذية حد، خصوصا ان في ناس بتتعب دعوات غريبة قوي، يموت قبل ما يتوب. طب ليه؟ يعني ربنا سايب باب التوبة مفتوح لحد يوم القيامة، انت عايز تقفله ليه؟ ده اسمه التعدي في الدعاء. وخد بالك اللي انت ظلمته بيدعى عليك بنفس الدعوة، لو عايزنا نستجيب لك نستجيب له. ده سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يوم ما دعا على الأرض كلها فضل قبلها 1000 سنة عمره ما دعا على حد، لأنه عارف إن باب التوبة مفتوح لحد يوم القيامة، خاف يتعدى في الدعاء، ولأنه مش عايز يكون سبب في أذية حد، ولأنه مش عايز يكون سبب في دخول حد النار. ولكن لما ربنا أوحى له إن خلاص كلهم هيموتوا على كده، بقاله 1000 سنة ماسك نفسه دعا على الأرض كلها، ولكنه ندم لأن الدعوة أصابت ابنه. فنرجع لدعوة السيدة زينب اللي أنا ما كنتش فاهمها: يا رب إن كان في علمك أنه سيتوب قبل موته فاهده وتوب عليه. وللرؤية اللي أنا ما كنتش فاهمها: أنت زعلان منهم ليه؟